مش بس ان احنا هنوقف المينوكسيديل بامان، لا ده كمان هتبقى النتيجة تحفة وافضل، وهنلاقي بيبي هير والشعر بيقوى مهما كانت حالة الصلع. مفيش حد ما استخدمش المينوكسيديل وكل فيه مقلب محترم ما بقاش قاعد محتاس عمال يسأل نفسه انا هوقفه ازاي دلوقتي. تعالوا بقى اقول لكم بالتفصيل ليه بناكل مقلب في عقار المينوكسيديل المخصوص لعلاج الصلع الوراثي، وتعالوا اقول لكم ازاي نوقف استخدام المينوكسيديل من غير ما يأثر او يعمل تساقط لكل النتيجة اللي حصلت وكمان عليها تساقط زايد. ركزوا بقى في الفيديو ده، وعايزة كل الرجالة والستات خصوصا الرجالة اللي مشت على عقار المينوكسيديل الموضعي بتركيزات مرتفعة جدا تركز معايا عشان هقول لكم ازاي توقفوه بالتفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت عملت زمان فيديو عن المينوكسيديل واتكلمنا ان هو من العقارات المهمة جدا. العقارات دي يعني مباني من العقارات، مش عارفة، من الأدوية المهمة جدا في علاج الصلع الوراثي، وفي نفس الوقت برضو عشوائي لأنهم اكتشفوه بالصدفة بدأوا يستخدموه في علاج الصلع أو علاج الشعر عامة. ليه المينوكسيديل بيسبب تساقط للشعر لما استخدمه؟ المينوكسيديل هو دوز ديبندنت دروج أو عقار يعتمد على الجرعة المأخوذة منه، وبالتالي تأثيره يعتمد على استمرارية أخذه، فهو ديبندنت يعني له اعتمادية. كده عندي مشكلتين، إن جسمي هيتعود على الجرعة اللي أنا هاخدها، فبالتالي كل ما يجي معايا يعمل فعالية المينوكسيديل أو ما أنا معلية الجرعة، يعمل فعالية وما أنا معلية الجرعة، يبقى فعال وما أنا معلية الجرعة، فمش هنخلص. والمينوكسيديل آخره 10%، وهاخدهم مرتين في اليوم، هبقى أنا باخد 20% مينوكسيديل. هزيد عن كده ايه؟ مفيش ازيد من كده. هتبقى كارثه بقى لما انا جسمي خلاص اتعود على ال2% اللي هي ضعيفه جدا، محدش دلوقتي من الدكاتره اصلا بيعتمدها. 5%، لا 5% مرتين في اليوم. طيب ما جابتش نتيجه يا دكتور وشعري ومش عارفه ايه، خد 10%. بعد 3 4 5 شهور اتعودت عليهم، اقول لك مرتين في اليوم. طيب لما تروح له بعد ما تعلي الجرعه ل 20%، يعني 10% مرتين في اليوم. وعلى فكرة للأسف ومن قلة الضمير ده اللي بيتبع مع السيدات دلوقتي، تلاقي سيدة وممكن بنت كمان وبتاخد مينوكسيديل 10% مرتين في اليوم بناء على اقتناعهم ان هو ده العلاج الوحيد للصلع، وده مش حقيقي. ناقشنا اول مشكلة هو ان انا جسمي بيتعود على الجرعة مهما علتها، فحوصل في يوم ان الدواء ده مش بيعمل معايا اي مفعول. الدواء ده قوي فليه تأثيرات قوية، بيعمل لناس صداع، بيعمل لبعض الناس اكتئاب خصوصا الرجالة، بيعمل اضطرابات هرمونية للسيدات، بيعمل شعرانية للسيدات، ممكن تلاقي شعر شنبها قد كده، بيعمل بلاوي لناس كتير. ففي ناس بتاخد منه شهر شهرين وتقول لك لا انا مش قادرة اكمله، فيحصل ريلابس للحالة، يعني ترجع لبداية الوضع وقت ما بدأت تستخدمه وزيادة عليها الوضع بيبقى أسوأ. طب الحل ايه؟ تركزوا معايا بقى قوي في ايقاف المينوكسيديل، ولازم تفهموا ان ايقاف المينوكسيديل بشكل صحي لازم معاه ناخد اعشاب ومكملات غذائية علشان تقلل من القصور اللي هيحصل في الامداد الدموي فجأة لما اوقف المينوكسيديل. لازم اخلي جسمي بكامل صحته. ايه هي المكملات والاعشاب؟ انا اسفه مش هنقدر نقول في الفيديو ده، ان شاء الله فيديو بعديه على طول هقول لكم اهم المكملات والاعشاب اللي انا هاخدها وانا بوقف المينوكسيديل. لكن دلوقتي انا هقول لكم تعملوا ايه كعلاج في ايقاف المينوكسيديل وكعلاج تعويضي. عشان الفيديو ما يطولش مننا سيبوا المكملات ده في فيديو تاني. يلا بينا ازاي نوقف المينوكسيديل مهما كانت الجرعة اللي احنا بناخدها. بعد ما اقتنعنا بكل الكلام السابق نبدأ في خطوات ايقاف المينوكسيديل، وهي 6 خطوات للي بياخد جرعة مرة واحدة في اليوم، اما 7 خطوات للي بياخد جرعة مرتين في اليوم. وهتعرفوا ليه دلوقتي. لو انا باخد 5% مرتين في اليوم او 10% مرتين في اليوم، كده هزود بقى اسبوعين زيادة على سيكونس الايقاف.
يعني لو الشخص بياخد مينوكسيديل مرتين في اليوم، هيقعد اسبوعين ياخد المينوكسيديل مرة واحدة في اليوم، وبعد كده يبدأ معانا من أول خطوة احنا هنمشيها. هيمشي 14 يوم على مينوكسيديل مرة واحدة في اليوم، وبعد كده يبدأ معانا من الخطوة اللي أنا هقولها اهو. أول حاجة تدريج الإيقاف. يبقى أول حاجة هخلي الجرعة دي يوم ويوم، ده في حالة إن أنا باخد مينوكسيديل 5% مرة واحدة في اليوم، تبقى كل 48 ساعة جرعة بدل ما كل 24 ساعة جرعة. تاني أسبوع هناخده يوم ويوم مع إدخال علاج يومي، إما سبراي من الصيدلية، ما عنديش مشكلة تجيبوا حاجة فيها كابيكسيل، بروكابيل، عندي سيرم ده من عندنا من الشركة، عندنا سيرم اسمه فوليكيور. الفوليكيور ده بخلاصة البروكابيل والكابكسيل ده، او اي حاجة سائلة من الصيدلية بتشتغل على تقوية بصيلات الشعر. وسيرم الفوليكيور ده سيرم مقوي لبصيلات الشعر ومقاوم للصلع الوراثي، مكتوب عليه طريقة الاستخدام، مكتوب عليه مكوناته، كل حاجة، بيكون دروبر عشان نقدر ان احنا نتحكم في الجرعة. ببدأ ان انا ادخل علاج موضعي زي ما شرحت لكم. ثالث خطوة ببدأ ان انا احدد استخدام المينوكسيديل 3 مرات في الاسبوع فقط. تمام. وانا مثبتة برضو العلاج المتبادل اللي هو سيرم من الصيدلية يوم والمينوكسيديل يوم. رابع اسبوع بستخدمه مرتين اسبوعيا فقط. وفي بقية الاسبوع بقى هل افضل استخدم السيرم في الوقت ده؟ حاجة من اتنين، يعني نفضل نستخدم السيرم بالتبادل، يا اما نستخدم المينوكسيديل مرتين في الاسبوع، ومرتين في الاسبوع علاج قوي سريع الامتصاص وفعال جدا. طيب ده ايه؟ ده مش هنلاقيه كفاعلية غير في الزيوت، سريعة الامتصاص، قوية المفعول، وبنبدأ بقى هنا نعمل ماسكينج او بناخد مكان التأثير الفعال جدا بتاع المينوكسيديل. طب ايه هو اللي ممكن يعمل كده؟ عارفين التركيبة اللي قلنا عليها في نهاية الفيديو اللي كنت بشرح فيه بروتوكول علاج اللي انا كنت عاملاه لزوجي عشان يعالج الصلع الوراثي؟ هي دي نقدر نستخدمها، وهقول لكم التركيبة بالنسب بتاعتها. ممكن نستخدم حاجة، يعني مثلا انا كنت كلمتكم على ده وهو زيت المكسرات. زيت المكسرات ده هو بخلاصة البيكان البرازيلي، وده أول زيت مخصص لعلاج الصلع الوراثي، فعال جدا، وشرحته لكم بالتفصيل وطريقة الاستخدام وكل حاجة. الزيت ده اما هنستخدمه او هنحاول نقرب شوية بأي طريقة من فعاليته. كنا قلنا ممكن نخلط زيت بذور الكتان مع زيت الجرجير مع قطرات من زيت الروزماري وزيت بذور العنب. التركيبة دي ممكن تنفعني جدا وانا بوقف المينوكسيديل. يعني يا اما هنشتري حاجة قوية، يا اما هنصنع التركيبة دي من الزيوت بنفس النسب المكتوبة، وعلى طول ندخلها مرتين في الاسبوع مع المرتين بتوع المينوكسيديل. بعد كده 5 اسبوع، عايزاكم تطولوا بالكم، احنا هنوقف المينوكسيديل، حاجه الجسم اعتمد عليها جدا وفي ناس مشت عليها سنين، يبقى انا اوقفه في شهر ونص او شهرين منطقي جدا. 5 اسبوع بستخدم المينوكسيديل مره واحده اسبوعيا، وهتفرق قوي، مع الزيت مرتين اسبوعيا. 6 اسبوع الفيصل هنا بقى، 6 اسبوع بوقف المينوكسيديل خالص، جرأة. طبعا ده 6 اسبوع بالنسبة للناس اللي بتاخد المينوكسيديل جرعة واحدة في اليوم، اما الناس اللي كانت بتاخده مرتين في اليوم فهم دلوقتي هيبقوا في 8 اسبوع، يعني هيقفلوا الشهرين، مش زينا شهر ونص. تمام. هنوقف المينوكسيديل خالص. طب ايه هي الحاجة اللي هتعوض الايقاف بقى الفظيع ده بتاع المينوكسيديل؟ هي حاجة واحدة ومحدش يقدر ينكر دي، المايكرو نيدلينج، او مش قال تسنين، التسنين ده بتاع العيال الصغيره، هي اسمها كده والله المايكرو نيدلينج، ان انا زي بحفز الجلد موضعيا عن طريق اما ديرما بين زي ده،
او ديرما رولر او ديرما ستامب. موضوع الديرما ستامب ده يحتمل كلام كتير، بس الديرما ستامب هو من الحاجات المفضلة جدا للشعر، لكن للبشرة لا. للبشرة افضل حاجة استخدام شخصي ديرما رولر. وطبعا اللي احسن من الاتنين في اي وضع هو الديرما بن. في الروتين بشكل اسبوعي، مرة واحدة في الاسبوع او مرتين حسب السن بتاعه، حسب الحالة وتعودها ومرحلتها. لازم هدخل المايكرو نيدلينج في ايقاف المينوكسيديل، هي الحاجه الوحيده اللي في النهايه خالص بتعوض انقطاع المينوكسيديل مره واحده. ببدا ان انا ادخله مع استخدام حاجه قويه زي ما قلنا، زي الزيت الموضعي. طب ممكن نفهم بقى قبل ولا بعد والاستخدام ازاي؟ طبعا تعالوا نفترض ان انا افضل حاجه في حالات الصلع الوراثي استخدام سن واحد، لا اقل ولا اكثر. يعني في ناس ممكن تفتكر ان انا لو استخدمت اكتر من واحد فانا كده بعمل نتيجه اكتر، لا هو ده مش حقيقي. انتظامي على سن واحد بطريقه معقوله، وان انا ابدا فيه تدريجي، يعني ابدا نص وبعد كده ابدا 75 وبعد كده ابدا واحد، ده بيكون افضل ليا. وكمان عشان فروة الراس تستعد وما يحصلش حساسية. انا بستخدمه مع المادة القوية او مع الزيوت القوية مرة واحدة في الاسبوع، وبستخدم الديرما قبل اضافة الزيت، عكس في الحاجات السائلة. وكنا هنا منزلين على القناة فيديو مخصوص ازاي اتعامل مع المايكرو نيدل في حالة استخدام سبرايز او حاجات من الصيدلية سائلة او استخدام الزيوت في العموم. بستخدم المايكرو نيدل الاول، وبعدها بربع ساعة بستنى بس الاحمرار بتاع فروة الراس يهدى، وبستخدم الزيت او اي حاجة زيتية عندي على طول. في ناس كانت بتسألني عن طلب الزيت ده او زيت المكسرات. هحط لكم البيج في وصف الفيديو، اللينك او رابط الصفحة بتاعة الزيت في الوصف بتاع الفيديو. بعد شهرين من الطريقة اللي انا قلت لكم عليها دي هتيجوا تشكروني، لان مش بس ان احنا هنوقف المينوكسيديل بامان، لا ده كمان هتبقى النتيجة تحفة وافضل، وهنلاقي بيبي هير والشعر بيقوى مهما كانت حالة الصلع. يعني مش بس هوقف المينوكسيديل، لا بالطريقة دي انا كمان هسيطر على الصلع وهقوي الشعر وهلاقي نتيجة تحفة. بس زي ما قلنا مفيش الكلام الجميل ده بدون مكملات غذائية، بدون ما جسمي يكون في كامل صحته. انا كده بحلم. لو انا جسمي مش في كامل صحته مش مستحيل ان احنا نحقق النتيجة دي. جسمي في كامل صحته، اعشاب لمقاومة الصلع الوراثي، تنظيم الهرمونات، ومكملات غذائية. انا عارفة ان البروتوكول كبير مش صغير، بس حاولت ابسطه على قد ما اقدر. الموضوع اصلا نفسه مش بسيط، بس لازم تفهموا ان حاجة بحجم ايقاف المينوكسيديل ما هياش هينة وما هياش بسيطة. في انتظار اي حد كان مستني الفيديو ده، في انتظاره كمان شهرين 3 يجي يقول لي انا وقفت المينوكسيديل بطريقتك وشعري ما وقعش ما تأثرش وكمان اتحسن. ولو على فكرة نسبة تساقط الشعر مع ايقاف المينوكسيديل ممكن توصل ل50 ل70%. لو حصل تساقط للشعر بنسبة 20% ل30% فهي نسبة مقبولة نسبيا، لكن بإذن الله ما يحصلش خالص. فأنا مستنية تجاربكم لهذا البروتوكول لإيقاف المينوكسيديل، وتيجوا تقولوا لي بقى عملتوا ايه. واستنى تفاعلكم، لايكاتكم، واعملوا فولو السوشيال ميديا. هناك بننزل محتوى، بنطلع لايف، بنعمل اسك، بنحاول نتواصل بشكل افضل. ميرسي ليكم انتوا شفتوا الفيديو. اعملوا سبسكرايب لو انتوا مش عاملين، تابعوا كويس عشان في مواضيع مهمة جديدة ونازلة. وشكرا ليكم، اشوفكم الفيديو الجاي. ممكن تقولوا لي في التعليقات ايه المواضيع اللي حابين اناقشكم فيها، اساعدكم فيها، انا معاكم. اشوفكم الفيديو الجاي.